السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي عالم نادية. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، والفيديو ديالي يلقاكم ان شاء الله في احسن الاحوال يا ربي. صراحة مدة هذه ما حطيتش فيديو، كنت عيانة شوية، درت واحد لوبيراسيون. الله يجعلها من مغفرة الذنوب والله يشافي جميع المرضى. الفيديو ديال اليوم غادي يكون على الطريقة ديال الخياطة ديال التريكو ديال الصوف اللي صايبته الوالدة ديالي لبنتي، وفي نفس الوقت غادي نوريكم كيفاش كنجمعوا التريكو. وبالنسبه للاخوات اللي كانوا حطوا عده اسئله بخصوص الخدمه ديال الصوف، جاوبت عليهم. وحتى في هذا الفيديو غادي نعطيكم نصائح ومعلومات اللي خديتهم من الوالده ديالي، الله يحفظها ليا ويحفظ لكم جميع الامهات. غادي ندوز معكم الطريقه ديال الجميع. كنبداو بالنص ديال الكم، التقويره ديال الكم النص ديالو كنجيبوها مع الكتف، مع الخياطه ديال الكتف. كنخيطوا الكتاف هما الاولين وكنبداو من النص ديال الكم، وحنا غاديين كنضربوا الابره بحال هكا وكنخرجوها بحال هكذا، وكنعاودوا ندخلوا البره في البلاصه ديال الدقه الاولى، وكنجمعوا التقويره ديال الكم مع التقويره ديال الطرف ديال الوجه ولا الصدر. كنبداو غير بالنص وحنا غادي نازلين، وفي نفس الوقت كنجيبو الطرف مع الطرف وما كنزيروش، كنحاولوا نخيطوا وحنايا راخيين يدينا مع الخدمه باش ما تزيرش لينا. طبيعه الحال هاد البره ديال الخياطه كتكون بره كبيره عند اي واحد كيبيع الصوف، راه معروف البره باش كيخيطوا تريكوات. هانتوما شوفوا الطريقه سهله. وغالبا البنات دوك الخيوط اللي كنكونوا فاش كنبداو الخدمه كيبقى لنا ديما واحد الخيط في الجنب، يا اما فاش كنساليو فاش كنطيحوا كنخليو واحد الخيط اللي هو شويه طويل، اولا في البدايه فاش درنا السنطه كتكون واحد الخيط اللي هو طويل. هذاك هو اللي كنبداو به الخياطه، باش في نفس الوقت كندرقوه، ما كنكثروش العقادي بزاف باش ما يبانش الديفو، وفي نفس الوقت راحنا كنخدموا به. ملي كيتسالى كنعقدوا الخيط عادي وكنركبوا خيط اخر في البره وكنعاودوا نكملوا. المهم في هذه الطريقه هي انك تبقاي غاده وكتقادي الخدمه، انت كتخيطي وفي نفس الوقت كتشوفي الطروفه واش مقادين. المهم كتكملوا بحال هكذا على هذا الشكل، كتخيطوا حتى كتكملي ديك التقويره ديالكم. ملي كتسالي ديك التقويره ديالكم هذه غير النصف ديال التقويره، كتعاودي ترجعي للنصف الاخر، كتبداي عاوتاني من الراس ديال الكتف وتكملي التقويره مع الظهر. طريقه سهله، غير الضربه البنات تكون شويه صغيره باش ما كيبقاوش الفجوات. ملي كتقلبي الوجه ديال الخدمه ما كيبقاوش لك هكا الفجوات ما بين الخياطه وخياطه، كتكون دقه على اختها، وفي نفس الوقت كتبقاي تقادي الخدمه. كتضربي غرزه وكترجعي بغرزه في نفس البرا، في نفس البلاصه، عفوا في نفس البلاصه اللي خرجتي منها البرا، كتعاودي ترجعي بدقه ما قبل منها وتعاودي تفوتيها بشويه، وكتبقاي غاده بحال هكا حتى كتكملي التقويره. ملي كتسالي هكا في الاخر كتضربي جوج غرزات على بعضياتهم بحال العقده وكتحبسي هنا.
هذا هو الشكل ديال الخياطه كيجي من على برا بحال هكذا. هذا غير النص ديال التقويره كيف ما قلت لكم. وغادي نعاودو نكملو النص اللي بقى علينا بنفس الطريقه. غادي نبداو من الكتف ومن بعد عاد ندوزو نكملو الجناب. كنجيو هنا عاوتاني للوسط وكنقادو وكنكملو بنفس الطريقه. كيف ما قلت لكم هاد الخيوط اللي كيكونوا عندنا كنعاودو نخدمو بهم. غادي نبداو من النص مع الكتف مقادين ونبداو بالخياطه بنفس الطريقه. كنرجعو بغرزه ونفوتوها. وكما قلت الدقات يكونوا مقاربين باش الخدمه تجي مجموعه. وكاين شي معلومات اللي بغيت نشاركهم معكم كاملين باش يستافد كل شيء. كانت سولاتني واحد الاخت كيفاش تخدمي تريكو يجيك في القياس ديالك او لا اكس ال، المهم القياس اللي غادي يجيك انت مقاد هو هذاك. باش تخدمي اي تريكو في القياس ديالك كتاخدي تريكو اللي كيجيك في اللباس هو هذاك كيجيك مرتاح مزيان. كتبقاي تعمري في العيون في القطيب وكتعبري على ديك السمطه ديال داك التريكو. راني كنت وريتكم في واحد الفيديو من قبل كيفاش كنبداو التريكو. ديك السمطه اللي كنبداوها في الاول ديال الحزام هي اللي كتحطيها قدام عينيك وكتبقاي تعبري وانتي كتعمري العيون في القطيب وكتعبري على ديك الباندا ديال التريكو اللي كيجيك في القياس ديالك حتى كتوصلي للقياس اللي كيجيك هو هذاك مقاد معاه وكتحبسي. وفي جميع الحالات البنات راه ما تخافوش. يمكن الا خدمتي الطروفه وبغيتي تجمعي التريكو جاك شويه زايد في العبر يمكن تدخلي في الخياطه بواحد السنتيم ولا جوج من الجناب من الجهات بجوج وكيولي القياس ديالك هو هذاك. ما تخافوش منه بتاتا راه كيجي عادي. كيف يمكن لكم البنات راه انا الوالده ديالي تعلمت منها ان اي تريكو كتخدمو كانت كدير مصبانه كيتصلح باش الخدمه كتعطي المنظر والخيط كيطيح. ديت نيت هاد التريكو هذا اللي شاركت معكم في هذا الفيديو من ديتو المصبانه باش غادي نصلحو. كان زادني واحد المعلومه اخرى انه يمكن قال لي واش بغيتي هاد التريكو يبقى هو او لا يزيد يطرخها شويه او لا يتجمع. وهما عندهم طريقه كيفاش كيديروا لها في المصلوح. الا قلتي لي القياس بغيتو هو هذاك راه غادي يصلحو كيبقى هو هذاك. جاك تريكو شويه صغير او مجموع كيديروا ليه شي طريقه باش كيعاود يطرخها كيطلق داك الخيط وكيتزاد شويه في العرض ديالو او لا العكس. هذه هي الخياطه ديال التقويره ديالكم البنات. كتجي على هذا الشكل كتجي مقاده ما كيبان فيها حتى شي ديفو من الراس للراس مقاده. غادي ندوزو باش نخيطو لكم. غادي نجمعو الطول ديالو كنقادو ديك التقويره الراس مع الراس وكنمشيو مع اليد كامله باش ما يجيناش لكم مراجل. وغادي نبداو من الاول من القبضه اللي على اليد ديالنا. هانتوما شوفوا كيفاش كدير الوالده ديالي كتلوي الخيط على الابره باش كتجي فحال العقده في الاول. هذا الخيط راه هو اللي كنا خلينا في الاول في التعمار ديال العيون اللي خدمنا بهم لكم. وكنخيطوا بنفس الطريقه. راه الخياطه هي وحده في جميع في الجناب في الكم في التقويره نفس الطريقه. المهم هي كنبقاو غادي حنا كنخدموا شويه واحد 2 سنتيم 3 سنتيم وكنعاودو نقادو جهه مع جهه باش يجيونا مقادين. ما نغفلوش على هذه القضيه نهائيا. غادي نكملو بحال هكذا حتى نكملو التريكو حتى التقويره ديال تحت اليد. وغادي نهبطو مع التريكو حتى الباندا اللي على الحزام ديالنا.
بالنسبه للبنات لهنايا الكول كناخذوا القنت مع القنت وكنضربوا الابره بحال كما كنبداو في القنات كاملين، وكنزيروا هاد الدقه الاولى ضروري ما نزيروها باش ما تحلش لينا لان هي اساس ديال الخدمه. غادي نوريكم ان شاء الله في فيديو اخر كيفاش نهزوا العيون من التقويره ديال الكول، هذيك اللي كنطيحوا فاش كنكونوا سالينا الوجه والظهر. غادي نوريكم كيفاش كنهزوا منها العيون وكيفاش نخدموا هذا الكول. هنايا راه خدمه الوالده ديالي الكول غير قصير تقريبا فيه شي 4 سنتيم. بالنسبه للخدمه ديال هذا الكول راه كتهزوا كنخيطوا كتف واحد هو الاولاني وكنهزوا داك العيون على الوجهين بجوج وكنخدموها طرف واحد بحال كما كنخدموا الباندا ديال البديه، وكيبقى لينا هذا الكتف محلول حتى كنساليو عاد كنخيطوا هذا الكتف. ما كتكونش الخياطه في ديك الطرف اللي طالع ديال الكول، ما كتكونش الخياطه من الجهات بجوج، كتكون فيه خياطه غير من جهه واحده. المهم كيف ما قلت لكم الى حطيت الفيديو ان شاء الله راكم غادي تفهموا مزيان. وهكذا البنات كنكملوا الخياطه ديال التريكو ديالنا بنفس الطريقه. هذا هو التريكو ديالنا من بعد ما كملناه. وضروري ما نديو المصبانه المصلوح باش الصوفه كطيح وكتجي في المنظر زوينه. كنتمنى الفيديو ينال اعجابكم، وما تنسونيش من الدعم والاشتراك واللايك وفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. شكرا لكم على المشاهده، الى اللقاء.